حبايب قلبي اللي وحشوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده فلوج الجامعه، بما اني رايحه الجامعه فقلت اصور معاكم. بما اني بقالي كتير مصورتش فيديوهات، فطلعت هدومي وكنت محتاره البس ايه. لبست اهو. استنى. هنزل دلوقتي بقى، رايحة الجامعة عشان اخلص الورق ووديهم الصور عشان الكارنيه وكده بس. فيلا بينا ننزل. ده الاوتفيت بتاعي والنضارة وكل الحركات وبس كده. فتابعوا معايا بقى عشان اشوف الدنيا فيها ايه، لان اليوم لسه طويل، لان انا مسافرة، انا رايحة الشرقية فانا مسافرة بس. فيلا بينا بقى. هنا يا اصدقائي روح الكلية. هنا بقى كنت نازله من البيت، وعايزه اقول لكم ان انا كنت نازله بدري جدا 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 جدا. بس يعني ايه، نازله اصلا كنت عماله اغني بس قفلت الصوت بصراحه، يعني كنت حاسه ان انا هبلع قوي. وهنا كنت لسه نازله من البيت وماشيه انا وماما. دولاب مش دلوقتي بس انا رايحه الجامعه. يلا يا جماعه، يلا بينا. عايزه اقول لكم ان انا هنا كنت على طريق صلاح سالم، والطريق كان واقف. انا وقفت ساعه ونص على الطريق لان تقريبا كان في حد مهم معدي، فكنت زهقانه جدا، كنت زهقت من الطريق بجد. بعد كده الحمد لله كان الطريق اتحرك والعربيه اتحركت، فبدانا ان احنا نمشي. كان عاجبني اكتر حاجه، كانت عجباني الشجر والجنان والحاجات دي كانت اكتر حاجه عجباني اصلا. لكن غير كده يعني انا كنت عايزه انام، والله بجد، يعني انا لو عليا كنت عايزه انام، لان اليوم ده كنت صاحيه بدري جدا. وكده يعني. ف... فبس بعد كده اصلا انا هنام في الطريق بتاع الكليه. خلينا متفقين ان انا طبعا عشان هطبق وهصحى بدري، فهروح انام في الطريق، هروح احضر محاضره 9 زي الفل، هروح فايقه. ما نعمل ايه طيب؟ كل واحد يقولي تحت في الكومنتات دخل كليه ايه، ودخلها برغبته ولا جات له كده، يعني عشان نعرف ونصبر بعض. والله يا جماعه بجد عايزه اقول لكم ان ربنا بيختار لنا الاحسن والانسب لينا، وايا كان احنا دخلنا ايه، احنا هنسعى وهنجتهد ان احنا نبقى حاجه. يعني ممكن انتي دخلتي حاجه مش عايزاها تسعي وتبقي معيده، ممكن دخلتي حاجه مش عايزاها تسعي وتجتهدي فيها. ف... فمثلا تطلعي الاولى، مثلا يجيلك منحه، في حاجات كتير يعني. فانا مش عايزاكم تزعلوا وتيأسوا وتعيطوا وكده، لان هو انا اصلا اخر واحده هتتكلم عن الموضوع ده، لان انا قعدت كتير وزعلت كتير، ده انا اختفيت سنه. بس والله بجد يا جماعه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا الحمد لله كنت خدت العربيه بتاعه الشرقيه، وكنت خلاص رايحه الشرقيه. فالحمد لله يعني. وبس يعني الطريق اصلا بقى، ان هنا بقى كنت وانا راكبه هنا بقى كنت عماله اغني ايه: مسافر في الطريق وحدك، ما عدتش طفل زي زمان. خلاص بقى ما بقيناش اطفال وبقينا ناس كبار بقى. والله عايزه اخرج من حياة الكبار، عايزه ارجع صغننه تاني، مش عايزه ابقى كبيره. بس بقى العربيه هنا قعدت حبه، وبعد كده هنا كنت نزلت بقى خلاص وكنت رايحه للكليه. بعد كده بقى دخلت الكليه، كانوا ادوني ورق املاه وكده وقعدت اعمله. الكليه كانت حلوه على فكره. بصوا بقى دنانيري وصوري عشان الكارنيه والورق اللي مليته وكده. انا عملت المقابله الشخصيه والجو حر، بس عملت المقابله الشخصيه وابتديت ان انا احب الجامعه يعني. مش وحشه، كويسه يعني، مرتاحه نفسيا. فدعواتكم بقى ان انا اروح لان الطريق لسه طويل. هنا بقى كنت خلاص كده كنت ماشيه، فقلت اصور كده الدنيا. يعني اصلا انا ما صورتش كتير، لاني لسه ما اعرفش كل حاجه هناك. انا يا دوبك دخلت مبنى واحد، فانا ما اعرفش منين بيودي على فين، هو الحته دي بس اللي صورتها، يعني دي اصلا في المدخل. عايزه اقول بس لكم ان انا تعبت بجد، الشمس حاميه والجو حر وورق كتير قوي، وطلعت المبنى ونزلت وعملت كشف طبي، فتعب بس بالتوفيق. هنا بقى كنت خرجت من الجامعه وخدت توك توك علشان راح راح كلكم راح التمنيه. خدت توك توك علشان راح اركب عربيه للقاهره تاني. بس ده كان شكلي بعد مرمطه اليوم.
مكانش بتعمل ده كنت شكلي مرهقة جدا، بس الحمد لله يعني انجزنا ما كنا رايحين عشان ننجزه، فالحمد لله عايش. وهنا بقى كنت رجعت الحمد لله، كنت على طريق صلاح سالم وراجعة الحمد لله. اليوم عدى بكل اللي حصل فيه، عايزه اقول لكم ان انا اتعاركت مع سواق العربية بس عادي يعني. وبس الحمد لله ان احنا وصلنا والخير فيما اختاره الله. وهتلاقوني بقى فيديوهات كتير الفترة الجاية عن الكلية ان شاء الله يعني. ليا وقدمت ودفعت فلوس الكارنيه وعملت كل حاجة، وعملت الكشف الطبي وعملت المقابلة الشخصية امبارح. بس عايزه اقولكم ان انا رجعت تعبانه جدا. انا مش هروح كتير بس هروح طبعا لان هيبقى عندي ايام تدريب وهيبقى عندي محاضرات، فالحمد لله. وبرضو زي ما قلت لكم قبل كده، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا لما دخلت الجامعه امبارح ارتحت، حسيت براحه نفسيه، فده اكيد الخير ليا، واكيد ربنا مقدر لي ده لسبب ما انا لسه معرفوش. فانا مش عايزاكم تتضايقوا لو حد جاله كليه هو مش حاببها، انا مش عايزاه يتضايق. زي ما قلت لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن ده الخير ليا وليكم، وربنا يكرمني ويكرمكم ان شاء الله. وبس كده، ده الفيديو النهارده. استنوا بقى الفيديو بكره، مهم جدا وهيعجبكم قوي قوي قوي. توحشوني جدا جدا. باي باي.